اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. شايفين الفراخ مستويه من جوه وزي الفل. انا حاطه لها طبعا هوت صوص. الف هنا وشفا عليكم يا حبايبي. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض كده على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وافضل حال دايما يا رب. النهارده ان شاء الله يا حبايبي مع بعض كده هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل. يعني لسه مش عارفه، يا اما اعملها في صينيه واحده يا اما اعملها في فخارات كده. لسه ما رستش على حاجه يعني. تمام. وهعمل كمان جنبها فراخ بانيه بس من الوراك دي انا لسه جايباها من فتح الله، لسه حالا اهيت، ما حطيتهاش في الفريزر ولا اي حاجه. تمام. ومحضره المكونات بتاعتي. بس اول حاجه ان انا اغسل بس الفراخ بتاعتي الاول ونجهزها ونرجع مع بعض نشوف المكونات اللي عندي ايه. احنا شايفين مع بعض كده يا حبايبي. خلاص انا قطعت الفراخ. تمام. نضفتها وغسلتها كويس جدا، وقطعت الورك على 2 زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله الورك حلو قوي. هم كيلو ونص، عملوا بالظبط 3 وراك زي ما احنا شايفين كده. الفخد حلو ازاي وجميل. تمام ما شاء الله، يعني ضخم قوي. تمام. قطعتهم كده على انصص. طبعا انا قطعت معاكم الفراخ قبل كده. انا بسيب اللي ما باخدش كده من عند المفصل، باخد من عند العظمه اللي هي في اول الجزء التاني يعني كده زي ما احنا شايفين هنا كده اهو. بكسرها من جوه. تمام. طيب نيجي بقى هنا كده للمكونات اللي عندي. عندي هنا بصلايه متوسطه مع طماطم وفلفل حار جدا طبعا، دي حسب الذوق وحسب ما تحبي. وضفت عليهم معلقه خل، اللي هي دي مش ميه البصل، دي خل عشان يفرم لي المكونات دي تبقى ناعمه قوي. تمام. وعندي هنا كمان مستردة. تمام. وعندي هنا الخل عشان لو احتاج ان انا اضيف شويه خل. تمام. وعندي هنا ليمونه عصراها. وعندي هنا المكون الاساسي اللي هيخليه معايا الزبادي الفراخ طريه، هو طبعا الزبادي او اللبن حبايبنا في الخليج اللي هو اليوجورت. تمام. وعندي هنا البهارات بس اللي انا هستخدمها هو حبه الملح والفلفل الاسود حسب الرغبه في الملح والفلفل الاسود. تمام. طبعا نسيت بس اقول كده على خطوه تانية، ان انا الفراخ بعد ما قطعتها بقيت انغزها كده بالسكينه. تمام. بصوا هنا كده اوضح. بصوا منغزاها كده عشان التتبيله تتوغل فيها، وفي نفس الوقت اهي كده اوضح معانا، وفي نفس الوقت ان هي تستوي معايا وتبقى حلوه. هجيب كده بوله عشان اشتغل فيها. حضرت كده يا حبايبي، دي البوله اللي انا هشتغل فيها. هنزل هنا كده بمقدار البصل والطماطم والفلفل الحار زي ما قلت لك حسب الرغبه، ومعلقه الخل ننزل بيهم هنا كده. واجيب البهارات اللي عندي الملح والفلفل كده. وهنزل هنا بالليمونيه كده. وهنزل كمان بمعلقه الزبادي زي ما احنا شايفين كده. علبه زبادي معلقه زبادي كده محترمه حلوه قوي. الزبادي مهمه ان هي تطري معايا الفراخ. نقلب كده المكونات دي كويس قوي. اضفت كمان يا حبايبي كده المستردة، طبعا هي اختياري، حابه تضيفيها تمام، مش حابه عادي. بس هي معايا هنا بتظبط لي الطعم حلو قوي. نخلطهم بقى كده كويس. اضيف كمان يا حبايبي كده معلقه خل كده، ونقلب برضو. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. معلقه الزبادي ممكن تستبدليها بحبه حليب عادي، او ممكن لو عندك لبن رايب برضو مش هيقول لا، نفس النتيجه. بس الافضل بيكون الزبادي، هو فعلا اللي بيساعد على التطريه اللي حلوه قوي، بتبقى طعمها جوسي كده من جوه. تمام. هنزل هنا بقى كده بقطع الدجاج اللي عندي كده يا حبايبي. قطع الدجاج معايا اهي جاهزه، هنزل بيها هنا كده على طول عشان بس مش عايزه اي ميه عندي.
تنزل في الخلطة كده. تمام، نقلبهم بقى كده كويس مع بعض. عايز بقى كده دعكه حلوه كده بالايد. تمام، هخلطهم مع بعض كويس وارجع لكم. زي ما احنا شايفين مع بعض كده يا حبايبي، خلاص انا تبلت الفراخ كويس قوي. تمام، هشيلها بقى كده في التلاجة تقعد يعني حبه كده حلوين. طبعا المفروض الاحسن ان هي تتعمل من بالليل للصبح، بس انا طبعا ما عنديش وقت دلوقتي. فانا هشيلها عبال ما اجهز المكرونه البشاميل اللي معايا. وبعد كده نرجع نسويها مع بعض. غلفتها كده يا حبايبي خلاص بالاسترتش زي ما احنا شايفين. وهدخلها في التلاجة ونكمل باقي مكوناتنا. بعد بقى يا حبايبي كده نعمل الحشوه بتاعه المكرونه البشاميل. قلت لكم ان انا هعملها بالفراخ. هنا عندي مقدار من الفراخ انا كنت سلقاها ففصصتها كده وشلت منها الجلد طبعا والكلام ده كله. تمام، يعني هي كده لحم صافي خلاص. وعندي هنا مقدار من البصل، يعني بصلتين كده وسط حلوين، على فلفل احمر وفلفل اخضر. تمام، وطبعا اضفت برضو فلفل حار لو حابه تضيفي المكون دوت. وهنا عندي ده نوع المكرونه اللي انا هستخدمه. يعني هستخدم كده تقريبا نص الكيس. تمام، وعندي هنا مكونات اضافيه حابه تضيفيها. تمام، برضو بتطعم لك كده الصينيه بتاعتك وبتخليها حلوه وطعم مميز. عندي هنا مشروم، وهستخدم زيتون اخضر. تمام، هنيجي هنا بقى كده في الحله. تمام، هنا كده حبايبي هحط معايا معلقتين زيت كده حلوين على معلقه سمنه، يعني حسب ما انت عايزه تضيفي دوت. يعني شوفي انت الماده الدهنيه اللي بتستخدميها. زي ما احنا شايفين كده اضفت معلقه وادي المعلقه التانية. انا قلت ان انا مش هحط هنا سمنه في الخلطه، لان كده كده هحط سمنه جوه البشاميل. تمام، نسيب كده الزيت يقدح شويه. انزل هنا كده يا حبايبي بمقدار البصل اللي عندي والفلفل، وندي كده تقليبه كويسه. دبلت هنا كده يا حبايبي البصله معايا شويه، مش عايزه ادبلها قوي. تمام، هنزل على طول كده بالفراخ كده ونقلب. هندي هنا كده يا حبايبي رشه فلفل اسود كده، ورشه كركم اختياري. انا زي ما قلت لكم بحب اضيف الكركم في معظم الاكلات اللي بينفع ان انا احط معاها كركم. نقلب كده كويس. هضيف هنا كده يا حبايبي، يعني بصوا اقل من ربع جوز الطيب عشان تديلي بس كده الريحه الحلوه. وعندي هنا كمان مكعب مرقه هنزل بيه، ده اختياري. تمام، نقلب. ننزل هنا بقى كده يا حبايبي بالمشروم والزيتون اللي عندنا بالطريقه ديت كده، ونقلب برضو. وكده تعتبر الحشوه خلاص خلصت معايا زي الفل. الخلطه يا جماعه دقتها بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. جربوا الخطوات ديت الزياده ديت. جوز الطيب مديها طعم حلو قوي. تمام، حطي كده عليها ونعمل البشاميل مع بعض. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، جبت حله تانية. تمام، وحطيت فيها كده لتر من الشوربه. انا قلت لكم طبعا انا عندي فراخ مسلوقه وهي دي اللي فصصتها، فطبعا عندي شوربه كتير منها. تمام، فقلت ان انا استخدمها في البشاميل هتديني طعم حلو قوي. هنشوف مع بعض كده هنعمل ازاي البشاميل على البارد. خدت هنا معايا لتر من الشوربه، وزي ما احنا شايفين كده انا مش فاتحه النار ولا اي حاجه. هحط كده معايا الدقيق. هستخدم هنا يا حبايبي كده 5 معالق دقيق مليانين بالشكل دوت كده. تمام، طبعا زي ما قلت لكم الشوربه مش سخنه ولا اي حاجه. ادي 2 3 4 5. تمام، من معلقه الاكل بتاعتنا دي نجيب بقى كده المضرب السلك ونعملها خالص لحد ما يبقاش فيه اي كلكعه زي ما احنا شايفين كده. نديها بقى كده على طول. كل ما يكون السائل طبعا معاكي بارد
بيسلك معاكي الماده اللي انت حطاها على طول ومش بتكلكع معاكي كده. بصوا يا حبايبي خلاص مفيش اي كلاكيع ولا اي حاجه خالص اهو زي ما احنا شايفين. بصوا كده اهو تمام. ولحد دلوقتي برضو مش مشغله النار ولا اي حاجه. جهزت هنا كده يا حبايبي عندي 5 مثلثات من اي نوع جبنه انت تفضليه. تمام. طبعا لان انا هنا ما عنديش سوري مش هتنزل. انا هنا كده مش حاطه في اللي حطيتهم انا كده خلاص اهمت. مش حاطه حليب طبعا ولا اي حاجه، فاستعوضت عنه بالجبنه المثلثات. تمام. وهتديني كمان طعم كريمي وحلو قوي. وهحط كمان يعني كده يا حبايبي 3 4 معالق حليب بودر. تمام. هنزل بيه هنا ونقلب برده كده كويس. هبتدي بقى كده هنا انا اشغل النار. شغلت انا كده يا حبايبي العين بتاعه البوتاجاز، وافضل بقى كده ان انا اقلب وما اسيبش البشاميل خالص عشان خاطر ما يكلكعش معايا. اقلب كده يا حبايبي. خلاص قربت تتخن معايا اهيت. الدنيا عماله تشتي دلوقتي ويعني ايه والدنيا غرقانه اساسا. اقلب كده. وطبعا المكرونه عندي هنا كده على النار اهيت. تمام. بتستوي عندي. فاضل بس كده ان انا اضيف بقى البهارات بتاعتي. هنزل هنا كده بمكعب مرقه يا حبايبي. ننزل كده بمكعب المرقه. حابه تضيفيه تمام، مش حابه اللي يريحك، اللي على مزاجك واللي على راحتك اعمليه. تمام. نقلب كده كويس. شويه ملح كده. نقلب. قرب خلاص كده ياخد السمك اللي انا عايزاه. حبيت فلفل اسود كده يا حبايبي. مش هحط انا بقى كده هنا جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه خالص. هكتفي بيها بس ان انا احطها في الصينيه عندي بين الطبقات كده. وبكده يا حبايبي خلاص الصوص البشاميل اللي معايا خلاص كده بقى جاهز. شايفين بقى تقيل ازاي وحلو. هو ده السمك اللي انا عايزاه كده. تمام. هنطفي بقى عليه كده ونحضر مكوناتنا ونطبق الصينيه مع بعض. حضرت هنا كده يا حبايبي معايا الصينيه اللي انا هطبق فيها البشاميل. تمام. هنحط هنا كده اول حاجه طبقه من البشاميل. حطينا كده يا حبايبي خلاص طبقه حلوه كده من البشاميل هنا. هنزل بقى كده بطبقه المكرونه. يعني حاولي ان هي ما تبقاش طبقات كبيره او تخينه. خلي قطعه البشاميل عندك لما تطلع تبقى حلوه كده ايه يعني حلوه كده في نفسها، ما تبقاش ضخمه قوي كده في الطبق. تمام. فانا هحط طبقه ايه كده حلوه اهي يا حبايبي كده. حطيت طبقه حلوه كده يعني رقيقه كده حلوه، مش تخينه قوي ولا حاجه. وطبعا المكرونه انت بتطلعيها يعني ايه تكون لسه بتعض معاكي كده، مش خلاص مستويه، لان طبعا هتكمل سواها في الفرن. هنضيف بقى كده بعض من الجبنه الموتزاريلا. نحط بقى كده يا حبايبي الجبنه الموتزاريلا كده. تمام. نحط بقى كده الحشو معايا. تمام. هننزل كده بالحشوه. بصوا اللون يا حبايبي حلو وجميل قوي ازاي. طبعا لما تحطي الحشوه حطيها كده ايه تبقى ماليه الصينيه كده عشان تحسي بالطعم الحلو كده. كل ما تاخدي المعلقه بتاعتك بالف هنا وشفا. اللون بتاعها تحفه جميل جدا، والريحه ما اقولكوش بجد تحفه. هكمل باقي الصينيه كده ونرجع مع بعض. نزلت كده يا حبايبي خلاص بكل الخلطه. نفردها بقى كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت. الخلطه عندي هنا هي طلعت حلوه وكتيره ما شاء الله اهيت. تمام. مغطيين كده كل المكرونه. كل ما تخدمي الحاجه وتديها حقها هتديكي طعم حلو وطعم غني. بتظبط معاكي كل حاجه بصراحه، وتشرفك كده قدام اهلك وكده يعني. تمام. زي ما احنا شايفين كده. هنزل بقى كده بطبقه من البشاميل.
طبقه حلوه كده يا حبايبي، بسم الله كده. فردناها كده يا حبايبي. هنزل برضو بطبقه الجبنه بالشكل دوت كده. تمام. نحط بقى كده خلاص اخر حاجه طبقه المكرونه. تمام كده يا حبايب قلبي، خلاص ظبطت كده الصينيه بتاعتي. هننزل بقى كده برضو بطبق من الجبنه الموتزاريلا، وعليها اخر حاجه البشاميل اهو يا حبايبي كده. ادي الجبنه بسم الله كده. طبعا احنا كده غرقناها جبنه وظبطناها. طبعا الجبنه الموتزاريلا اللي انا بستخدمها سايبه بالوزن. تمام. طبعا انا بستخدم اللي هو دومتي، بتبقى حلوه قوي وبتمط، بتبقى جميله بصراحه. تمام. نحط بقى كده البشاميل بسم الله. ننزل كده يا حبايبي بكل البشاميل. وبجد والله ربنا يخلي اللي اخترع الاسباتشولا دوت، بيخليكي تنضفي الحله من كل اللي فيها كده. تمام. نساوي بقى كده السطح معانا. تمام يا حبايبي كده. بنغطي اهوت السطح كده بالطريقه ديت كده، متخليش اي مكرونه باينه. انا بحب البشاميل يبقى كتير قوي في صينيه المكرونه عندي، عشان تحسي بنعومه الطعم وكده يعني. والدنيا عماله تعمل رعد وبرق اهيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سامعين الصوت؟ هو ده. تمام كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. الصينيه معانا، اللهم صل على سيدنا محمد، شكل وريحه، وطبعا دقت طبعا المكونات، فطعم كمان حاجه يعني من الاخر. هندخلها بقى كده الفرن المسخن مسبقا على درجه حراره 180 لحد ما تستوي معانا. طبعا هي كلها مستويه، بس لحد اللون كده ما يتغير ويبقى لون ذهبي حلو جميل كده، يستاهل بقكم. خليكم معايا يا حبايبي ونشوف الشكل النهائي. نسيت اقول لكم يا حبايبي معلش، انا مش بحط جبنه موتزاريلا على الوش، بحس ان هي بتتحرق معايا ومش بتمط بقى ولا حاجه، فانا بكتفي باللي انا حطيته في قلب الصينيه من جوه. تمام. نحط بقى الصينيه كده ونشوف هنعمل كده يا حبايبي بالخطوه الاخيره اللي معانا. عندي هنا الفراخ خلاص بعد ما اتبلت. تمام. قعدت لها كده يعني قيمه ساعتين 3 كده. هحضر لها بقى المكونات بتاعتها. طبعا انا هعملها عادي معامله الفراخ البانيه. تمام. عندي هنا دقيق وشوية فلفل اسمر وشوية ملح. تمام. وعندي هنا كيس فيجيتار حار. تمام. هنفضيه هنا كده بسم الله. ننزل كده المكونات هنا كده معايا، ونقلب بقى كده كويس جدا مع بعض. تمام. نقلبهم بقى كده. خلاص كده يا حبايبي ظبطنا الخلطه بتاعتنا. هنفتح بقى الكيس معانا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل بقى ايه كده، ان انا هبدر الفراخ دلوقتي جوه الدقيق، وانزل هنا على طول. انا حاطه الزيت هنا على النار. هنشوف كده مع بعض. بصوا يا حبايبي هنا انا عامله نص الحله زيت. جبت اصغر حله عندي عشان طبعا الفراخ ديت فيها عظم وكده، فمش عايزه ان هي تطلع ويبقى فيها دم مثلا او مش مستويه، فلازم يكون كميه الزيت مغطيه الفراخ اللي عندي كويس جدا. هبدر بقى كده الفراخ وننزل بيها هنا كده على الزيت على طول. هنبدرها كده يا حبايبي بالشكل دوت كده، ونضغط بقى كده عليها. طبعا في الكنتاكي مش بنعمل الكلام ده كله، مفيش ضغط ولا اي حاجه. تمام. هنا هضغط عليها كده بحيث ان هي الدقيق يلزق عليها. تمام. كانك بتعملي الكنتاكي بالظبط. بتفضلي كده، نستخدم ايدينا بقى احسن. بسم الله كده. نقلب دي كده كده. طبعا الحله هنا عندي صغيره، فانا هستخدم قطعه او قطعتين بالكتير كده. شوف كده الدواخل كده اللي فيها الجلد ونفتحها
ونشتغل عليها. المهم ان احنا ايه ننزل الدقيق الزياده كده زي ما احنا شايفين كده. اتغلفت معايا كويس. هننزل بقى هنا كده على الزيت. بصوا يا حبايبي هنا كده الزيت كده قدح معايا. تمام. هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده اهوت. بصوا الزيت مغطي الورك كله. انا شايفه الاحسن ان انا استخدم بس واحده واحده، مش هعمل اكتر من كده عشان الورك ياخد راحته كده ويستوي على راحته يعني. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. مش هقلب الاكل خالص، الفراخ خالص، الا لما تاخد لون من تحت، وبعد كده ابتدي ان انا اقلبها، وبعد كده اوطي النار عليها عشان تستوي بقى من جوه. تمام. احنا شايفين كده اهو. واهم حاجه زي ما قلت لكم لازم يكون كميه الزيت مغطيه الفرخه كويس جدا عشان تستوي لك من كل الجوانب. نشوف كده يا حبايبي بقى من تحت الناحيه التانية. شايفين هي كده خلاص سابت الحله، ما بقتش كده لازقه فيها. نقلب بسم الله. شايفين بصوا اللون الحلو الجميل دوت. طبعا هي لسه نيه بس ايه اخدت معايا لون حلو قوي. تمام. هنا بقى كده ابتدي ان انا اوطي عليها عشان تستوي من جوه تبقى حلوه قوي معايا. طلعنا كده يا حبايبي الدبوس. هننزل بقى كده بالجزء التاني بسم الله. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي هو خلاص استوى. تمام كده بالشكل دوت من كل الجوانب. تمام. فاضل بس معانا كده الباقي ووجبتنا تبقى جاهزه. وبكده يا حبايب قلبي صينيه المكرونه بالبشاميل اللي طلعت اهي. تستاهل بقكم بجد. طعم وريحه حاجه بجد واو قوي. والجبنه اهي بصوا عشان انا مزوده جبنه عندي فهنا طالعه سايحالي كده، فهي دي كده اللي تمط معاكي وتبقى حلوه قوي. تمام. تكون كده ايه كتيره وحبه حلوين يعني. شايفين كده يا حبايبي. وهنا كده الفراخ كده خلاص جاهزه معايا. تمام. طبعا انا مش عارفه افتحها دلوقتي لانها مولعه جدا طبعا لسه طالعه من الزيت حالا، فانا ايه مش عايزه كده ان انا مش عارفه افتحها اساسا. تمام. المهم كده يا حبايبي اتفضلوا معانا. طبعا احنا بنحب ناكل المكرونه البشاميل وبالذات انا يعني بحب كده ايه مش استنى عليها لما تكبر وتطلع خرط، لا بصراحه انا بحبها كده ايه تبقى سايحه وحلوه كده في قلب بعضها عشان تبقى ايه الجبنه طالعه بقيمتها كده وجميله. تمام. لو وصلتي معايا للجزء دوت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم النهارده يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.